الأهرام العربي عاملة ملف اسمه الطابور الخامس في الغلاف بتاعها، وبتقول ننشر القوائم السوداء لأعداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وجايبة صور لشخصيات مصرية عدة على الغلاف قدام حضراتكم. وبتتكلم بتقول الأهرام العربي يقف خلف الطابور ده عشرات المتحولين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتنفرد المجلة بنشر أو الأهرام العربي تنشر القوائم السوداء لأعداء الثورة من نظامي مبارك ومرسي. نتفق أو نختلف، أنا يعني متفق حوالين المنهج عموما. يعني الأستاذ جورج أسحاب بيقول القوائم السوداء لثورة 30 يونيو لمن وقف على منصة رابعة وحرض على القتل، وفي كلام لشخصيات كثر. يعني الملف أعده الأستاذ عماد بركات والمعتصم بالله حمدي وأحمد سعد الدين، وفي قائمة سوداء مكتوبة في هذا الإطار، الزملاء أعدوها بطريقتهم، وهي الأسماء موجودة لمن يريد أن يطلع عليها في هذا الأمر. ده اسمه الطابور الخامس في البلد دلوقتي، واللي بتتكلم عليه صحف عدة وبرامج عدة وفضائيات عدة، واعتقد ان ده امر يهم ناس وما يهمش ناس ايضا. ناس مش عايزه تعرف بقى من الطابور الخامس ولا الطابور السادس، ناس عايزه طابور البلد اللي يمشي، الطابور الحقيقي للبلد يمشي. واي كلام احنا بنقوله احنا مش ضد حد، بس في النهايه هي تبصره، وحضراتكم احنا مش اوصياء عليكم على الاطلاق في هذا الاطار.